بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم. تشكيله النادي الاهلي النهارده في مباراه غزل المحله: علي لطفي، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، علي معلول، خالد عبد الفتاح. خط النص: حمدي فتحي، مروان عطيه، عمرو السوليه. خط الهجوم: حسين الشحات، احمد عبد القادر، كهربا. تعليقي المتواضع على تشكيله النهارده: انا شايف ان علي معلول يريح شويه، خلاص الدوري محسوم 90% للاهلي. طب انت عندك الدبيس باك شمال ممتاز واكتر من ممتاز، انا تابعته وهو في وادي دجله، الراجل ده رائع جدا. انت عندك محمد اشرف، ريح علي معلول. خالد عبد الفتاح كويس جدا انك نزلته النهارده في ماتش غزل المحله. التعليق التاني والاهم: احمد عبد القادر. انت كده بتدي انطباع للعيبه انها تغلط وبعدين تعتذر وتلعب عادي. انت كده بتبين انك شخصيتك ضعيفه يا كولر. ايام جوزيه كان بيريح بالماتش والاثنين والثلاثه والاربعه عشان انت في الاهلي ومبادئ الاهلي. ايه يعني حريف؟ لا، يقعد دكه كذا ماتش ويتجمد شويه عشان يحترم ويعرف ان هو في النادي، نادي القرن، نادي كبير، اكبر نادي في افريقيا والشرق الاوسط. انت غلطت يا كولر في الموضوع ده. تاني حاجه: عندك كريستو بره. الراجل ده مهاري بطريقه جميله جدا، وتابعته في ماتش المحليين في تونس. الراجل ده لازم ياخد فرصه في الدوري بالذات، الدوري كده كده محسوم. عندك بيرس تاب كويس، كنت نزلته بدل احمد عبد القادر. في شويه لخبطه لكولر، اتمنى اكون غلط ويكون كولر صح. واهم حاجه في الموضوع ككل هو النادي الاهلي. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي النهارده وناخد ال3 نقط من غزل المحله. سلام.